السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. النهاردة معانا الصف الثالث الإعدادي وهنتكلم على العوامل اللي بتؤثر على سرعة التفاعلات الكيميائية. قبل ما نعمل النشاط معانا النهاردة عايزة أتعرف على يعني إيه تفاعل كيميائي. مين يقدر يعرف لي يعني إيه التفاعل الكيميائي؟ هي رضا. كسر الروابط الموجودة في جزيئات المواد المفعلة تكون روابط دقيقة في جزيئات المواد الناتجة من التفاعل. برافو عليك. كسر الروابط بين ذرات جزيئات المواد المتفاعلة وتكوين روابط جديدة بين ذرات جزيئات المواد الناتجة من التفاعل الكيميائي. طيب عايزة أعرف يعني إيه سرعة تفاعل كيميائي؟ ها؟ تغيير تركيز المواد المتفاعلة والمواد الناتجة في مقدار وحدة من الجو. طيب عايزة تعريف تاني؟ ها؟ يلا معدل درجات تركيز المواد المتفاعلة والمواد الناتجة بمرور الزمن. معدل التغير في تركيز المواد المتفاعلة والمواد الناتجة خلال وحدة الزمن. قلنا عندي عوامل تؤثر على سرعة التفاعلات الكيميائية. مين يقولها لي بالراحة كده؟ هي علي. أول حاجة طبيعة المتفاعلات فتنقسم لحاجتين. ها؟ ايونات مركبات ايونات نوع الرابطة الكيميائية. تاني حاجة مساحة السطح المعرض للتفاعل. ايه تاني؟ هي تركيز المتفاعلات. 2 تركيز المتفاعلات. 3 درجة حرارة التفاعل. 4 برافو عليك العوامل الحفازة والأنزيمات. النهارده هنعمل نشاط هنبين تأثير درجة الحرارة على سرعة التفاعلات الكيميائية، ومعانا طبعا جمال هيعمل معانا النشاط. بصوا بقى ايه الأدوات؟ الأدوات زي ما انتم شايفين أدوات عبارة عن ايه؟ كوب به ماء ساخن والكوب الآخر به ماء ايه؟ بارد، وعندنا أقراص فوارة. جمال هيحط الأقراص الفوارة في الكوبين الماء الساخن والماء البارد، وهنلاحظ ايه؟ ده اللي احنا هنشوفه. يلا يا جمال حط قرص في المية السخنة وقرص في المية الباردة. شايفين الاختلاف في سرعة التفاعلات الكيميائية عاملة ازاي؟ المية السخنة درجة حرارة مرتفعة فالتفاعل الكيميائي سريع ولا بطيء؟ سريع جدا. شايفين؟ اما الكوبايه اللي فيها الماء البارد ميه الحنفيه العاديه خالص تفاعل كيميائي ايه؟ بطيء. شايفين الفرق ما بينهم؟ يبقى عندي هنا اللي اثر على سرعه التفاعلات الكيميائيه ايه؟ درجه حراره التفاعل. ليه يا مس؟ عشان كلما زاد درجه حراره التفاعل زاد سرعه الجزيئات فيزداد عدد التصادمات المحتملة فيزداد سرعة التفاعلات الكيميائية. في أي سؤال؟ شكرا ليكم.